الجهاز ده لازم يكون جزء كبير جدا 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 للجهاز الفني. اكيد الفرقه كابتن شاذلي قال ان عوده فريق نادي الزمالك للفن والهندسه ده شغل جهاز فني وجهاز تدريبي وجهاز اداري. فانا ببارك طبعا للكابتن حلمي طولان. بس خلينا يا كابتن برضو ما نبخس حق فييرا انه ساعد في عوده الزمالك كشكل واداء. وحصل حلمي جه حافظ على ده. لا هو حصل الدروب اثناء البطوله الافريقيه. بما يعني انا طب ناخد راي الكابتن عصام. توافق على ما قلت يا كابتن عصام ولا؟ لا هو في جزء كبير يعني في جزء كبير جدا تكمله من الموسم اللي فات بالنسبه للفريق كان ماشي بشكل جيد جدا. الكابتن حلمي طولان ده فكر مدرب. انا عايز اوصل ان فكر مدرب يا كابتن طارق. فكر فييرا ليه فكر واسلوب بالنسبه لتشكيلته ولعبته، وفكر الكابتن حلمي طولان انه برضه حافظ على جزء كبير من التشكيله. اذا كنا شفنا جانب عند فييرا في كان مثلا هنذكر مثال في جبهه قويه جدا كانت بتشكل من صابر رحيل ومحمد عبد الشافي حته الشمال. النهارده مثلا الكابتن حلمي طولان بيعمل الجبهه اليمين حازم امام اللي كان بيلعب جناح بقى بيلعب نزله تحت بقى بيلعب في الباك رايت، ودي فيها ثلاثه، فيها عمر جابر وفيها احمد سمير وفيها حازم. لكن حازم مع شيكابالا في الجبهه اليمنى دي قد ايه تشعر ان هم سبب رئيسي ومباشر في فوز وانتصارات نادي الزمالك الاثنين. يعني ما حدش قدر يوقفهم هم حابين بعض كمان. لكن يعني ما بيزحموش بعض. لكن مع كابتن احمد في ان في دروب حصل في البطوله الافريقيه، وده احنا كنا موجودين هنا في الاستوديو وذكرنا وقلنا في التحليل ان لما بتيجي على فرقه وانت لسه جديد بفكرك واسلوبك على لما اللعيبه بتستوعب ده بشكل كبير جدا بتاخد معاك وقت. فلما خدنا الوقت ونادي الزمالك دعم بعناصر متميزه ذكرنا منهم احمد علي وذكرنا منهم مؤمن زكريا وفي عرفه جاي في الطريق، كل الكلام ده ادت دكه قويه كمان لعيبه نادي الزمالك وادت ثقه في هذه المباراه وبالفوز بنهائي كاس مصر. عايز اقول هي تحيه وجبه. تحيه وجبه. لو انت عايز هتنقل ولا لا اتفضل. تحيه وجبه للداخليه واللي هو محمد ابراهيم. فعلا خلينا نذكر ده مهم جدا لان ده شيء اساسي ورئيسي في نجاح هذا اليوم. في نجاح هذا اليوم بالمنظر الجميل ده كله، البسمه والفرحه. يعني الفرحه اللي احنا فيها والمكسب ده مش عشان الزمالك خد البطوله، لكن الفرحه من جوانا احنا ان احنا كلنا مبسوطين ان عوده عوده مصر كلها يعني جماهيرها بنهني مصر اللي هو الوطن الكبير وامنها بحفاظه صح كده الوطن الكبير. لكن بصفه خاصه الكره المصريه بترجع تاني، والتحيه للداخليه على تحمل المسؤوليه والقاده الداخليه كلهم فعلا على في انتماء وحب للوطن وتفاني فعلا واخلاص بشكل كبير جدا في النجاح. وبكره كمان في النادي الاهلي ان شاء الله الكلام ده برضو يتم على خير، والنادي الاهلي يتوج برضو بالبطوله الافريقيه. وفي مباراه مصر وغانا كمان يبقى في رد اعتبار وصقر في هذه المباراه. لكن عايزين نوصل رساله وبخص فيها غانا واتحاد غانا في ان مصر مش قادره على انها تنظم، والامن هناك في مشاكل وان هم قلقانين وخايفين. لا مصر هي اللي بتدي دروس. هم في الاخر يعني على لسان سفيرهم في القاهره قالوا ان الامور يعني احنا مطمنين من خلال الاطلاع على خطه تامين المباراه ان مصر بخير وبلد